السلام عليكم. تحفة معمارية ضربها الإهمال للأسف، وجامع الفكهاني أو الجامع الأفخر، واللي أنشأه في الأصل الخليفة الفاطمي الظافر بنصر الله سنة 543 هجري 1148 ميلادي، ومع الوقت بدأ يهمل الجامع لحد ما اتجدد خلال العصر المملوكي على يد الأمير يشبك من مهدي، واللي كان من أمراء السلطان أبو النصر قايتباي، وتم تجديده مرة أخرى خلال العهد العثماني على يد الأمير أحمد كتخودة مستحفظان الخربطلي سنة 1148 هجري 1735 ميلادي، اللي هدم الجامع تماما وأعاد بناؤه من جديد وضاف ليه سبيل مياه يعلو كتاب لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم، وبتكون من صحن محيط بيه 4 إيوانات أكبرهم الإيوان القبلي. وللأسف الجامع مهمل إهمال شديد، وموجود بحارة الروم بالغورية بين مجموعة السلطان قنصوة الغوري وسبيل محمد علي باشا. وعشان تعرف أكتر استنونا في فيديوهات تانية إن شاء الله.